في يوم عادي جدا بنت قاعدة في نادي عائلات في مصر. شكل المكان هادي ونظيف، والناس حواليها بتضحك وتمشي وتقضي وقت لطيف. لكن هي كانت قاعدة لوحدها، عينيها على الباب، مستنية حد معين، خطيبها. الوقت بيعدي، 5 دقايق، 10 دقايق، نص ساعة، وهو مش جاي، ولا حتى رسالة ولا مكالمة. في اللحظة دي ممكن أي بنت تفكر هو اتأخر بس، أو أكيد جاي في الطريق. بس الحقيقة اللي بتتقال في السكوت أوجع من أي كلام. قبل ما نكمل، ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وتكتب في التعليقات اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. البنت فضلت قاعدة، بتحاول تبرر، بتحاول تهدي نفسها، لكن جواها سؤال بيكبر: هو أنا بالنسبة له أولوية ولا مجرد وقت فاضي؟ ومع كل دقيقة بتمر كانت بتفهم حاجة مهمة جداً: مش كل انتظار يستاهل. لو انتي بنت وفجأة لقيتي نفسك في موقف زي ده، اسألي نفسك سؤال واحد بس: هل الشخص اللي بيخليني أستنى فعلاً يستاهل إني أستنى؟ لأن الحب الحقيقي مش بيخلي حد يقعد مستني ومش عارف هو جاي ولا لأ. وفي النهاية البنت قامت بهدوء، مش زعلانة، لكن فاهمة إن الكرامة مش بتتساب على ترابيزة انتظار.